والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عبد الله الصهولي ودي قناه فريلانس سكول. ان شاء الله النهارده هتكلم على درس مهم جدا، هتكلم ازاي تخلي مرتبك الدبل. فيلا بينا نبدا الدرس، يلا بينا. ثق تماما ان اي فيديو في القناه يا اما بيكون عن طريق تجربه شخصيه او بيكون عن طريق تجربه شخص زميل ليا. فيلا بينا اقول لك زميلي عمل ايه عشان يخلي مرتبه الدبل. اول مرحله معانا هي مرحله تنظيم الوقت. مرحله تنظيم الوقت مرحله مهمه جدا، فلازم عشان تنظم وقتك لازم تعمل اهداف. الهدف ده يكون قدامك، انت مثلا عايز تعمل مثلا المبلغ الفلاني في سنه مثلا، خلاص انت حطيت الهدف ده. طيب الهدف ده بنبثق منه اهداف تانية او اشياء تانية بتحقق الهدف ده. طيب الاشياء التانية دي هنسميها تاسكات. التاسكات دي عشان تعملها لازم يكون معاك مثلا يا اما برنامج يا اما تسجلها في نوت. بيخلينا احنا دلوقتي معانا موبايل والموبايل مش بنسيبه، فخلينا ان نسجلها في ابلكيشن اللي هو البرنامج بتاعنا هيكون مثلا تو دو ليست يا اما مايكروسوفت تو دو او جوجل تاسكس. تمام، انت اختار البرنامج اللي يريحك. ولو عايز نعمل فيديو عن البرامج دي مفيش مشكله. لو وصلت معايا حد هنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، تمام، عشان دي حاجه بتشجعنا وحاجه بتخلينا نستمر. طيب خلينا نكمل بقى الفيديو. طيب احنا نزلنا البرامج بتاعتنا، اي برنامج من الثلاثه دول وهسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت ان شاء الله. بعد ما نزلنا البرامج هنحط فيها التاسكات بتاعتنا. خلاص حطينا التاسكات، المفروض هنبدا بقى في ايه، في الشغل بتاعنا. واحنا بنبدا في التاسكات دي لازم نمنع المشتتات بتاعتنا، سواء كان سوشيال ميديا سواء كان تلفزيون سواء كان اطفال من حواليك. فلازم تخلي المكان مهيأ ومكان هادي والدنيا تمام. خامس حاجه معانا في تنظيم الوقت ان احنا هنعمل ريبوزيشن لتنظيم الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مشيت في الجزء ده تمام في التاسكات دي، هل انا ماشي صح ولا لا؟ فانا اعمل اعاده تقييم او اعاده تاهيل للاهداف بتاعتي او للتاسكات بتاعتي، بحيث اني اكون في الطريق المستقيم ان يوصلني للهدف بتاعي. فكل فتره هتعمل اعاده تقييم الاهداف بتاعتك عشان توصل للي انت عايزه. دي اول مرحله كانت معانا، مرحله تنظيم الوقت. المرحله الثانيه بتيجي معانا هي مرحله تقسيم المرتب. انت مثلا شغال في شركه او شغال في مكان ما وبتقبض مرتب، هتقسم مرتب لثلاثه. ايه الثلاثه اللي هقسمهم ليهم؟ الصحه، الاستثمار، بعدين الحياه المعيشيه. الصحه هخلي جزء من المرتب اي حد حصل له حاجه لا قدر الله استخدم من الفلوس دي. تاني حاجه مصاريف الشخصيه، والله هجيب اي حاجه خاصه بالمأكل والمشرب فدي هخليها مصاريف الشخصيه. تالت حاجه معانا اللي هي الاستثمار. الاستثمار ده هينبعث منه 3 اجزاء، ودي هتدخلنا في ثالث مرحله اللي هي ازاي استثمر فلوسي. قبل ما ادخل على المرحله دي لازم اقول لك حاجه. في ناس بتقول لك هو انا مرتبي بيكفي عشان اقطع منه 3 اجزاء؟ بص يا سيدي، في ناس كتير مرتبها متفاوت. بمعنى ايه؟ في واحد بيقبض مثلا 2000 جنيه واللي تلاقيه بيقبض 3 واللي تلاقيه بيقبض 5 10 15 25. طيب الناس دي هل بتوفر جزء من المرتب بتاعها لو هي عايش حياة طبيعية؟ ما بتوفرش حاجة. كله بيصرف المرتب بتاعه سواء كان 2000 جنيه او 25000 جنيه، كله بيسيستم الحياة بتاعته على المرتب بتاعه. بمعنى ابو 25000 جنيه ده رايح النادي، رايح الجيم غالي، حياة مرفهة، بيروح المولات يشتري حاجات غالية، بيشتري براندات. فده ابو 25000 جنيه، فتلاقي اخر الشهر ممكن كمان يستلف عشان يعيش الحياة الطبيعية بتاعته والحياة المرفهة بتاعته. ابو 3000 جنيه او 2000 جنيه ده يا دوبك عايش بيجيب متطلبات الحياة بتاعته، ولكن انت ممكن تقلل المتطلبات دي بحيث انك بدل ما تشتري حاجة غالية تحاول تشوف حاجة ارخص شوية، بحيث انك تقتطع جزء من الراتب بتاعك بحيث انك توصل لمرحلة اعلى قدام ان شاء الله. فمعلش استحمل الفترة دي وهتلاقي الفترة الجاية حلوة معاك. انا دلوقتي في مرحلة الاستثمار. مرحلة الاستثمار بتاعتي لازم استثمر في نفسي اولا. واحد بيصفر بره يا جماعة، عامل لي صداع والله. المهم مرحله الاستثمار دي لازم استثمر في نفسي اولا. لازم اتعلم سكيل جديده، لازم اتعلم اللي هو مهاره جديده. اتعلم سواء كتابه محتوى، ترجمه، جرافيك، برمجه، في حاجات كتير، تسويق الكتروني. ففي حاجات كتير ممكن اتعلمها، فالحاجات دي لازم استثمر فيها فلوس او وقت. خلاص انا دلوقتي اقتطعت جزء من الراتب عشان استثمر فيها فلوس. الحاجات دي لو انا مش لاقي لها حاجه على يوتيوب هستثمر فيها ان مثلا اتعلم كورس معين. مثلا لقيت لها حاجه على يوتيوب، في حاجه مش عارفها، هدفع يعلمها لي عشان اوصل للحاجه او اكون عارفها ان شاء الله. تمام، دي اول حاجه لازم تستثمر في نفسك. طيب تاني حاجه معانا اني هستثمر مثلا ممكن استثمر في البورصه. طب استثمر في البورصه ازاي؟ برضو في برنامج اسمه ساندر، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت، ممكن تشتغل على البرنامج ده
ولا حابين نعمل فيديو عن ساندر وازاي تستثمر فيه، واكتبوا لي في الكومنت وان شاء الله ممكن نعمل فيديوهات ليه. وقبل ما تنزل التطبيق لازم تكون متعلم ازاي تتداول في الايه الاوراق الماليه دي او في التريدات بتاعت الاسهم بتاعت البورصه. ممكن استثمر في قناه يوتيوب. طب استثمر ايه في قناه يوتيوب؟ استثمر في قناه يوتيوب اني اجيب معدات ليها. خلاص احنا اتكلمنا على استثمار في سكيل، استثمار في قناه يوتيوب، استثمار في البورصه. رابع حاجه معانا ممكن نستثمر، لو انت مصمم جرافيك ممكن تشتري جرافيك تابلت وتستثمر فيه انك ترفع رسومات على موقع فريبيك. واحنا عملنا سلسله كامله على موقع فريبيك هسيبها لكم في الرابط برضو تحت، اسمها سلسله ازاي تزود دخلك بالدولار. ان شاء الله السلسله دي حلوه جدا، انصحك انك تسمعها لو انت مصمم جرافيك. لو انت كمان عايز تخش مجال الجرافيك او تربح من مجال الجرافيك وانت اصلا مش مصمم، فانا عملت فيديو اخير ازاي تكسب $1000 في الشهر عن طريق الذكاء الاصطناعي، هسيب لكم الرابط برضو بتاعه تحت ان شاء الله في القناه. طيب احنا دلوقتي خلاص خلصنا المرحله الثالثه اللي هي الاستثمار. المرحله الرابعه معانا هي مرحله الشغل، مرحله البارت تايم. انا دلوقتي اتعلمت سكيل معينه اللي هو مهاره هفيد بيها غيري، فخلاص انا هشتغل بيها كبارت تايم وازود بيها الدخل بتاعي. انا زودت الدخل بتاعي كده عن طريق بارت تايم، زودت الدخل بتاعي عن طريق الاستثمار في البورصه، زودت الدخل بتاعي لو انا مصمم جرافيك عن طريق مثلا مواقع الاستوكات اللي هي زي فريبيك او ادوب ستوك او غيره. فكده عملت 3 مصادر للدخل. وبرضو في مصدر رابع ده ممكن تاخده على المدى البعيد اللي هو قناه اليوتيوب ان شاء الله. فكده نصيحتي ليك لازم تعدل مصادر الدخل بتاعتك، لان في اي لحظه ممكن يتعمل لك فاير من الشركه وما تلاقيش مصدر دخل من الاساس. فانت لو اتبعت النصائح بتاعت الفيديو ده هتغير حياتك 180 درجه. فنصيحه ليك ابدا في الكلام اللي انا قلته في الفيديو، لان ان شاء الله هتلاقي فيه عائد مادي كويس ان شاء الله على المستوى القريب باذن الله. فما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تعملوا لايك، لان الكلام ده بيدعمنا جدا. وكان معاكم عبد الله السهولي، السلام عليكم.